ايه رأيكم نجدد في الحاجة اللي بناكلها كل يوم ونعملها بطريقة مختلفة وتكون كمان مناسبة للأطفال؟ هنبتدي بتتبيل الفراخ، وأهم حاجة طبعا زيت الزيتون، زبادي وليمون وتوم وشوية توابل. هنضيف الفراخ ونعمل فيها قطعات بسيطة ونشويها زي ما بنعمل الشيش طاووق. بعدين الصوص بتاعها زبادي وتوم وخيار وطبعا زيت زيتون، يستحسن تكون جودته كويسة وبكر ممتاز ومعصور على البارد. حطيت اوليفيوم وعجبني جدا. الأكلة دي بتتاكل مع خضار متقطع والصوص بتاعها وبطاطس محمرة في الاير فراير. بروتين ونشويات صحية ودهون صحية، مفيش أحسن من كده. ممكن ناكلها بالطريقة التقليدية في العيش، أو ممكن ناكلها لوحدها زي سلطة لو انتم مقللين نشويات أو ماشيين على نظام لو كارب. ونضيف شوية من الصوص اللي فيها زيت الزيتون الغني بالفوائد ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ومعادن وفيتامينز وفوائد تانية كتير. الوصفة دي صحية جدا للأطفال لأنها من غير أي حاجات حامية، والدهون اللي فيها صحية. قولولي لو الوصفة عجبتكم، قولولي ممكن نعمل وصفات ايه كمان. بالهنا والشفا.